السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كدايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى كلكم تكونوا بخير وعلى خير وفي احسن الاحوال يا ربي. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. الفيديو ديال اليوم غادي نشارك معكم فيه باذن الله كلاص بحجم عائلي اقتصادي كيجي البنات كريمي بدون كريمه سائله، والاهم من ذلك انه كيعطيكم كميه كثيره. انا غادي نشارك معكم كيفاش كيجي القوام ديالو. كيجي رطب البنات، كيجي كريمي بدون كريمه سائله، مقادير اقتصاديين متواجدين بكل بيت. وتبعوا الفيديو حتى الاخير باش ينجح معاكم. بسم الله على بركه الله. ندوزو للمقادير والطريقه ديال التحضير. عندي نص لتر ديال الحليب كنشدو من قبل كنديرو في المجمد حتى كيوليو فيه طريفات ديال الثلج. علاش البنات؟ باش يساعدكم انه دغيا كيوجد لكم الكلاص ديالكم. الا كان الحليب سخون راه غادي يعذبكم باش غادي يوجد لكم، غياخذ منكم شويه ديال الوقت. وعندي علبه ديال لاموس بركه ديال الفاني، وعندي علبه ديال الشونتيي، وعندي جوج ديال الياغورت بنكهه ديال الفاني. هادو ضروريين ما كنديرهم في الكلاص. بالنسبه للحليب بودره كيبقى اختياري، درت 3 المعالق كبار ديال الحليب بودره. كيجيبوا فيه الذوق اول حاجه زوين وكيجيبوه كريمي. بالنسبه للتزيين خديت نص كاس ديال اللوز اللي حمرته مزيان وهرمشته غادي نديرو مع الكلاص. والتزيين عندي طريفات ديال الشكلاط غادي نزين بهم، وغادي نعطيكم البنات واحد الاضافه حتى هي كتزيد كتدد لكم الكلاص اكثر. والطريقه ديال تحضير البنات في المول ديال العجانه درت نص لتر ديال الحليب، وغادي ندير ساشيه ديال لاموس والساشيه ديال الشونتي. غادي ندير معهم هذوك 3 المعالق ديال الحليب بودره. صافي غادي نخدمهم هما الاولين غير مع بعضياتهم، وعاد غادي نخدم العجانه في الاول غير بالمهل غير بسرعه خفيفه، وكتموا غاديين وكطلعوا بالتدريج، يعني كتطربوا غير شويه بشويه حتى كتوجد لكم الكريمه ديالكم. راه دغيا كتوجد البنات. صافي ومن بعد غادي نزيد جوج ديال الياغورت. والاضافه البنات اللي غادي نزيد مع هذا الكلاص وهي واحد الساشيه ديال الفلون. لكم اختيار بديروها ديال الفاني ديروا ديال الفاني، بغيتو ديروها ديال البنان كديروها ديال البنان. راهم بجوجهم كيتواساو مع هذا الكلاص. ما قسمتوش مني ما درتوش بحال هكا نكهات، كيف ما كيبقى لكم الاختيار. من بعد ما كتوجدوه وكتطربوه كتقسموه على جوج اولا 3، زينوه ونسموه على حسب الذوق. بتزينوه بلاغوم، بتنكهوه بلاغوم ديال الفريز، بتنكهوه بالبيستاج. المهم هاد المرحله ديال الفلون كتاجلوها وكتقسموا الكلاص ديالكم ونسموه على حسب الذوق. الاساس هاد المقادير اللي عطيتكم والطريقه ديال التحضير غير باش كيجيكم واحد الكلاص اللي في الاساس ديالو كريمي وكيجي المذاق ديالو لذيذ بزاف، ما تقنعوش منه البنات. صافي ومن بعد غادي نزيد دابا داك نص كاس ديال اللوز اللي حمرته وهرمشته غادي ندخلو في الكلاص. صافي دابا ما غاديش ندير لا الطراب لا حتى شي حاجه، غادي نجيب غير سطاتولا بحال هكايا وغادي انا نبقى كنحرك حتى كيندمجوا ليا مزيان مع بعضياتهم. والكلاص راه ناجح ما غاديش ينزل، وكما كتشوفوا راه الشكل ديالو يبين لكم انه كيجي كريمي. صافي خديت واحد السيركل اللي لبستو بالسلوفان وغادي ندير دابا الكلاص ديالي. يعني درتو انا في هذا السيركل هكا بحجم عائلي. بغيتو ديروهم فرديين كديروهم فرديين، كيبقى لكم الاختيار البنات في الطريقه ديال التقديم. صافي وغادي نبسطو في هذا السيركل مزيان، وغادي نعاود نغشيه بواحد السلوفان باش منين نديرو في المجمد ما يشمش ليا حتى شي حاجه. صافي ونخليه حتى كياخذ الوقت الكافي ديالو انه يجمد. كان عندكم الوقت كتخليوه يبات اولا كتخليوه يضل، ما كانش عندكم الوقت كديروه في المجمد وكتخليوه على الاقل واحد 4 ديال الساعات. صافي ومن بعد كتزينوه وكتقدموه بالصحه والراحه. صافي دابا غادي ندير السلوفان كما قلت لكم. صافي غادي نلمطو مزيان ما نخليش ليه منين كيتنفس. صافي غادي نسد عليه مزيان باش ما تجيني فيه حتى شي ريحه من المجمد. وصافي غادي نديرو كيبرد، ومن بعد ما غادي يجمد ليا مزيان غادي نخرجو باش غادي نزينو معاكم. الزين راه كيبقى غير بسيطه البنات. كيف الا بغيتو بحال هكا تاخذوا بيمو ديال كوكيز راه كيتواتى معاه حتى هويا مزيان مع الكلاص. غادي نشارك معكم ان شاء الله الرحمن الرحيم هذا الاسبوع
واحد الكلاص سوايا كيجي بالقهوه والكوكيز، حتى هو كيجي لذيذ ما تقنعوش منه، وكيجي اقتصادي وتقريبا نص الكميه ديال هذا كتوجديه في ساعته، ما كياخذش ديك الوقت بزاف. وهذا هو الكلاص ديالي، راني دابا جبدته من المجمد. خديت واحد البيمو ديال الشكلاط اللي هرمشته وزينت به وجا لذيذ بزاف سواته مع الكلاص، وزينته بطريفات ديال الشكلاط. وغادي ناخذ واحد لاصوص ديال الكراميل غادي نزيد نزين بها، والتزيين كيبقى اختياري على حسب اللي متوفر لكم. ومن بعد ما غادي نكمل ليه التزيين راه غادي نشاركو معكم دابا كيفاش جا القوام ديالو. راه كيجي البنات ناجح وكيجي لذيذ ما تقنعوش منه. كنتمنى تجربوه وتخليو لي الاراء ديالكم في التعاليق. وإلا عجبكم هذا الفيديو شاركوا لي مع العائله ديالكم والاصدقاء. وهذا هو الشكل النهائي البنات ديال الكلاص ديالي من بعد ما زينته. ودابا البنات غادي نتشارك معكم واحد المقطع ديال الكيكات اللي شاركت معكم في الفيديو السابق. اللي ما شافهمش يرجع للفيديو اللي قبل من هذا يشوفهم. كيكات اللي ناجحين، كل خليط كيعطيني 2 ديال الكيكات. هانتوما البنات هنايا عندي 4 ديال الكيكات اقتصاديين. الكيكات ديال الشكلاط درتهم شكل واحد، والكيكات ديال الكراميل درت وحده في المول ديال الورده وحده في المول العجيب. ودابا غادي نقطع الكلاص ونشاركو معاكم تشوفوا القوام ديالو البنات، بدون كريمه سائله، بدون كريم كراميل، بدون تعقيدات. كلاص بحجم عائلي اقتصادي ناجح، ماشي غير 100%، ناجح 1000000%. والاهم من ذلك كيجي لذيذ كيشهي البنات. هانتوما غادي تشوفوا القوام ديالو راه كيجي كريمي، راه واخا كيتجمد ما كيكونش داك النوع ديال الكلاص اللي كيجي فيه بحال الشكل ديال الثلج. راه جا كريمي البنات وجا لذيذ ما تقنعوش منه. والاضافه اللي درت معاه ديال الفلون راه زادت لذاته اكثر. وهذوك 3 المعالق ديال الحليب بودره اولا الحليب المجفف كيزيدوا كيعطيو واحد الذوق. يعني كتنوعوا في الذوق على حساب اللي متوفر لكم وشحال مزتوا بحال هكايا هاد الاضافات كيغيروا لكم الذوق في الكلاص. كل مره كتنسموه بذوق مختلف. كلاص ناجح 1000000%. الطريقه ديال التدريب اللي شاركتها معكم والطريقه ديال الاحتفاظ يمكن لكم تقسموه على حساب الاستعمال ديالكم. وجدوه للوليدات الكوتي دابا وقت المدرسه، هذا وجدوه لهم الكوتي، قسموه لهم بحال هكايا في سوبيرات اولا كابات، واحتفظوا به في المجمد. راه كيبقى زوين ما كتوقع له حتى شي حاجه. وشكرا على المشاهده ديالكم للفيديو. الى فيديو قادم ان شاء الله.